السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا طيبين ومن ربنا قريبين. نبدأ بالصلاة على الحبيب. كل سنة وانتم طيبين. واحنا بنعمل الفطار النهاردة بنحاول ان احنا حاجات تبقى برضو خفيفة وشوية كده وشوية كده والدنيا بتمشي. احنا النهاردة هنعمل مع بعض رز، بقى في رز بالخلطة، رز بالخضار، حسب ما كل واحد بيسميه ايه. هنجيب بصلة صغيرة قوي ونشوحها تشويحة بسيطة ونحط معاها حبة بسلة، آه، براحتك، نص كوباية بسلة مش كتير، وجزراية مبشورة بنشوحهم كويس قوي. بنحط عود القرفة، بنحط ورق اللوري، بنحط فلفل اسود، بنحط ملح، عايزة تحطي كاري. الجزر نفسه بيخليه مصفر، يعني من غير ما تحطي حتى كركم بيخليه مصفر. وعايزه تحطي كركم برضو حطي كركم، نص معلقه مثلا او كده. عندي شوربه طبعا، انا دايما باي حبه شوربه بتفيد عندي بحطها في الفريزر. فطلعت الشوربه بعد ما شوحنا الرز فيه كويس مع الخضار، حطيت عليه الشوربه وهنغطيه ونسيبه يستوي. النهارده بنحاول نعمل اكل يعني مش كتير وكده، يعني الاكل برضو آه، الواحد بيبقى ساعات مع الاكل كتير والخضار والكلام ده كله بيبقى عايز يغير يعني شويه. النهارده معانا اهو قرن فلفل، معانا جزره مبشوره، معايا حته واحده اهو من حته البانيه وحته صغيره تانية معاها، معايا معلقه توم، معايا طماطمايه مشرحه مربعات طرنشات اللي انت عايزاه، ومعايا قطعه فرخه كانت بايته في الثلاجه مش مستويه، يعني حاجه بسيطه. وهنعمل صينيه جلاش النهارده كبيره قوي بالقطعه الصدر بتاع الفرخه ده، حته واحده بانيه، انا ما زودتش غير اللي انتوا شفتوه ده بس اهو، ما فيش غيرهم هم دول. وادي حته الفرخه قطعتها صغيره، ما فرمتهاش، قطعتها صغير قوي زي الشاورما كده. وحته الفرخه اهي معايا اهم، هنخليها كويس وان شاء الله تعجبكم. موفره وفي نفس الوقت فيها خضار مغذيه برضو. يا رب تعجبكم ان شاء الله. وما تنسوش حبايبي التعليقات واللايك. بصوا حبايبي اهو قلبنا البصل وهنحط الجزر عليه، وهنحط كمان الفراخ اللي احنا كنا مقطعينها قطع صغيرة وبنشوحهم مع بعض. احنا هنخلي حتة الفراخ اللي احنا هي مستوية خلاص اهي هنحطها دلوقتي، يعني خليناها في الاخر. وهنشوحها عشان دي مستوية، هنشوحه كويس و طعمه هيبقى حلو، هيتشرب كله من البصل وكده. حطيت معلقة توم ومعلقتين خل، او نص معلقة توم، نص معلقة توم مفروم ومعلقتين خل، بيديها نكهة الشاورما كأنك حاشية جلاش شاورما. وحاطين الطماطم مخرطينها برضو كأني بتخرطي سلطة، وحطينا قرن الفلفل نص حامي وقرن بارد فلفل رومي، والحامي ده حسب الرغبة، بس بصراحة بيدي طعم مختلف يعني. خلاص كده خلصناها، وحطت كمية كبيرة قوي ما شاء الله، وهتعمل صينية جلاش كبيرة زي ما حضراتكم كده شايفين. هندهن الصينية زبدة او سمنة حسب الموجود عندك، هندهنها كويس. وهنحط كل ورقتين جلاش هندهن زبدة، كل ورقتين بتدهني زبدة. حتى لو في واحدة مقطوعة واحدة فيه ما تقلقيش، يعني هتظبطيها وفي الاخر بتحطي اللبن بيتظبط يعني. اهو خلاص كده بنفرش ونفردها وندهن، بنفردها كويس في الصينية. وصينية كبيرة ما شاء الله، وجربيها وهتعجبك. ما تأزميش الدنيا، الموجود بيمشي والله اي حاجة بتعمليها طول ما انت مقتنعة بيها هتحسيها حلوة وجميلة، ولادك هيحبوها كمان. شايفين الكمية ما شاء الله، حطيت قد ايه من شريحة بس بانيه كده، مش كمية كبيرة يعني، مش نص ولا ربع كيلو ولا الكلام ده. ربنا يا رب يحلي دايما ذاتكم ان شاء الله.
هندهنهم خلاص كده، وهنقطعها مربعات بقى زي السمبوسة براحتك، زي ما انت عايزة تقطعيها قطعيها. الطبقة الأخيرة ما تدهنيهاش قبل ما تقطعيها، لا قطعيها الأول وبعدين حطي اللي انت عايزة تحطيه عشان ما تلزقش في ايديكي وتلزق كده ما تعرفيش تقطعيها بسهولة. خلاص قطعناها. انا مش هحط بيض على الوش، انا هحط على الوش لبن، و في اللبن هحط ملح خفيف أوي مش كتير عشان الحاجة طبعا فيها ملح وملحها حلو، وهحط حتة فلفل اسود بس في اللبن وهحطه على وشه، انما مش هحط بيض خالص. وان شاء الله ما تقلقوش لونها هيبقى حلو هتعجبكم باذن الله. خلاص احنا كده قطعناها تمام كده، وادي كده حطيت حته ملح صغيره قوي، وهنحط حته فلفل اسود حبه صغيرين يعني فلفل وحبه صغيرين ملح عشان الملح بتاعهم ما يزيدش. وهنسقي بقى الجلاش اهو. خلاص كده فاضت معلقتين من الزبده اللي كنت بدهنها، حطيت عليهم وش اللبن وبدهنهم. انا وش اللبن زي ما اتفقنا القشطه بتاعت اللبن دايما بتفيد معايا، وبحطها دي من نفس اللبن ده، خدت الوش قبل ما احطه ودهنتها، وشايفين لونها تحفه ما شاء الله، واحمرت وبقت حلوه من غير ما نحط لها بيض ومن غير ما نحط لها اي حاجه تانية غير اللي حضراتكم شايفين. وجربوها وان شاء الله تعجبكم. وما تنسوش حبايبي تعليقاتكم جميله، وما تنسوش الصلاه على الحبيب. عملتهم حبه كده، شوحت معلقه، حطيت معلقه زبده وحطيت فيهم حبه سودان وحبه زبيب، وحطيتهم لان مش كله عندي بياكل المكسرات، هو زبيب وسوداني بس، شوحتهم بمعلقه زبده وحطيتهم على الطبق اللي هو عليه المكسرات قدام حضراتكم. وده الشكل بالنهايه، وشكرا لحضراتكم والسلام عليكم.